كندا من أكتر البلاد في العالم اللي بتشجع أي حد يبدأ البيزنس بتاعه، حتى لو لسه واصل هنا من أسبوع واحد بس. وفي حاجة كتير من الناس مش عارفاها: الحكومة نفسها ممكن تديك فلوس عشان تبدأ بيها، فلوس مش مطلوب منك إنك ترجعها. النهاردة أنا مش هعمل لك فيديو نصايح سريع وخلاص. النهاردة أنا جايب لك دليل كامل وهقعد معاك فيه من أول فكرة في دماغك لحد أول عميل يدفع لك. الفيديو ده هيوفر على نفسك شهور وممكن سنة كاملة من اللف والدوران والتخبيط. هقدم لك دليل حقيقي ومرجع ترجعه ليه، مش مجرد لستة نصايح سريعة هتنساها بعد 5 دقايق. هقسم الفيديو ده لأجزاء واضحة جدا. أول حاجة هنفهم ليه كندا سوق مناسب للبزنس الصغير أصلا، وبعدين هنمشي خطوة بخطوة من الفكرة لحد أول عميل، وفي الآخر هرد على أكتر الأسئلة اللي بتتكرر عندي في التعليقات. يلا بينا نبدأ. الجزء الأول: ليه كندا أرض مناسبة للبزنس الصغير؟ قبل ما ندخل في أي خطوة عملية لازم تفهم طبيعة السوق اللي هتحط فيه فلوسك ومجهودك، لأن الفهم ده هو اللي هيوجه كل قرار هتاخده بعد كده. أولا، كندا بلد مبني على الهجرة، وده مش كلام عاطفي، ده حقيقة اقتصادية. لما يكون عندك خليط ثقافات وجنسيات مختلفة بالحجم ده، يبقى عندك احتياجات مختلفة جدا ومتنوعة في الأكل، الخدمات، المنتجات، وحتى في طريقة التعامل اليومية. الاحتياجات دي مستحيل تتغطى بشركة واحدة كبيرة، وده بيفتح مساحة هايلة لمشاريع صغيرة ومتخصصة بتفهم لغة واحتياجات كل جالية. ثانيا، نسبة تحمل المخاطر في السوق الكندي مش عالية زي أمريكا. ده ممكن يبان عيب للبعض، بس هو فرصة ذهبية لو فهمته صح. لما تبص على البورصة الكندية مثلا هتلاقيها قايمة على البنوك والشركات المستقرة، مش شركات تكنولوجيا بتاخد مخاطر مرعبة زي السوق الأمريكي. ده معناه إن غالبية الناس هنا بتمشي جنب الحيط ومش بتاخد مخاطر كبيرة في مشاريعها. فلو أنت جاهز تاخد خطوة مدروسة ومحسوبة، المنافسة عليك هتكون أقل بكتير. ثالثا، الحكومة الكندية عندها مصلحة مباشرة إنها تشجعك. السبب بسيط جدا: البيزنس الصغير هو المحرك الأساسي اللي بيخلق فرص العمل الجديدة في الاقتصاد الكندي. يعني لما الحكومة بتديك منحة أو دعم، هي مش بتعمل معاك معروف، هي بتستثمر فيك علشان في الآخر تفتح بيوت وتخلق وظائف لناس تانية. It's win-win. فهم القاعدة دي هيغير نظرتك تماما للدعم الحكومي. انت مش بتطلب مساعدة، انت بتطلب شريك في نظام اقتصادي. رابعا، الفرصة هنا نادرا لما بتيجي دفعة واحدة. الناس بتتخيل انها هتيجي كندا وهتلاقي الضربة الكبيرة في اسبوعين. الواقع ان الفرصة هنا بتيجي بالتدريج، خطوة صغيرة بتسلم خطوة تانية لحد ما تلاقي نفسك في مكان مختلف خالص عن اللي انت كنت متخيله. وده ميزته ان بيدي مساحة وامان انك تتعلم وتغلط وانت ماشي بمصروف قليل. الجزء الثاني: الخطوة الاولى من الفكرة للفعل. اكبر غلطة بشوفها عند الناس اللي بيفكروا يبدأوا مشروع انهم يستنوا الفكرة العبقرية الكاملة قبل ما يتحركوا خطوة واحدة. الحقيقة ان معظم المشاريع الناجحة ما بدأتش بخطة طيران كاملة، بدأت بملاحظة بسيطة لمشكلة حقيقية في الشارع. ازاي تلاقي الفكرة؟ مش لازم تخترع الذرة او تعمل حاجة محدش عملها قبل كده. اسأل نفسك: ايه المشكلة اللي بتقابلني انا شخصيا او بتقابل الناس اللي حواليا كل اسبوع ومحدش بيحلها بشكل مريح او بسعر عادل؟ ممكن تكون حاجة بسيطة جدا: خدمات توصيل، تنظيف متخصص، خدمة معينة موجهة لجالية معينة، او منتج من بلدك الام مش موجود هنا بسهولة. الفكرة مش لازم تكون معقدة، الفكرة لازم تكون بتلبي احتياج حقيقي للناس. ازاي تختبر فكرتك من غير ما تخاطر بفلوسك؟ ابدأ بعميل واحد بس، حرفيا عميل واحد. اعرض الخدمة او المنتج لشخص واحد وبس، اتأكد انه راضي تماما وان الخدمة فعلا حلت مشكلته ومستعد يدفع فيها. لما تثبت نجاحك مع العميل الاول، اتنقل ل2 وبعدين 4 بعدين 8. النمو التدريجي ده بيحميك من انك تصرف تحويشة عمرك في فكرة شكلها حلو على الورق بس ما تجربتش على ارض الواقع. غلطة شائعة لازم تتجنبها فورا: كتير من الناس بتصرف اول ميزانية معاها على تصميم لوجو وعمل موقع الكتروني وطباعة كروت شغل احترافية قبل حتى ما يكون عندهم عميل واحد حقيقي. اعكس الترتيب ده تماما: اكسب اول عميل واقبض فلوسك الاول، وبعدين استثمر من الارباح دي في الشكل الاحترافي والبراندنج للبيزنس بتاعك. الجزء الثالث: الدعم الحكومي والمنح المالية. الجزء ده من اهم اجزاء الفيديو، لان كتير من المهاجرين والواصلين الجدد بيفوتوا عليهم مبالغ ودعم حقيقية بسبب انهم مش عارفين ان الكلام ده موجود ومتاح اصلا.
منصات الدعم الحكومية للمشاريع الصغيرة. في كندا في منصات ومواقع رسمية زي تطبيق كندا بيزنس اب، دي مخصصة بالكامل لمساعدة أصحاب المشاريع. لو دورت صح وبشكل قانوني هتلاقي إنك تقدر تقدم على منحة مالية اسمها جرانتس. في حالات كتير مش مطلوب منك إنك ترجع، بالإضافة لبرامج بتوصلك بعلاقات وتدريب مجاني. أول حاجة تعملها قبل ما تصرف من جيبك، ادخل على جوجل واكتب Small Business أو Grant Business Support وجنبها اسم المقاطعة أو المدينة اللي انت ساكن فيها، وهسيب لكم الروابط الرسمية والمفيدة تحت في الوصف. تاني حاجة، الغرف التجارية. كل مدينة أو منطقة في كندا فيها غرفة تجارية وظيفتها مساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والوافدين الجدد. عندهم أقسام مخصصة للإرشاد والتوجيه، بيعملوا فعاليات ومؤتمرات في مجالك بتخليك تقابل ناس مهتمة بنفس أفكارك. الخطوة دي غالبا بتكون مجانا وبتوفر عليك شهور من البحث لوحدك. لو مش عارف تبدأ منين في مدينتك، روح على الغرف التجارية، برامج حاضنات ومسرعات الأعمال Business Accelerators. لو عندك الفكرة بس مش عارف تطلعها على السوق ازاي، في برامج متخصصة اسمها Accelerators. البرنامج ده بياخد منك عادة حوالي 3 شهور وبيديك تدريب مباشر من متخصصين حقيقيين في المبيعات والموارد البشرية والتمويل وتطوير المنتج. البرامج دي مدعومة بالكامل من الحكومة في أغلب المدن الكبيرة والمتوسطة، يعني بتاخدها مجانا أو بتكلفة رمزية جدا. 4. مكاتب دعم المهاجرين الجدد. كتير من المدن الكندية عندها مكاتب ومؤسسات مخصصة لمساعدة المهاجرين الجداد إنهم يبدأوا حياتهم الاقتصادية. بتساعدك تفهم النظام الضريبي وتوصلك بفرص واستثمارات مجانية لبدء مشروعك. الناس بتنسى المصدر ده لأنه مش معلن عنه في لوحات الإعلانات الكبيرة، هو كنز موجود في أغلب المدن الكندية. تحذير مهم جدا، الدعم اللي بتاخده من الحكومة أو من المنح مش بيطلب منك ترجعه، بس مش معناه إنك تقدم عليه وإنت مش جاهز فعلا ومشتت. قبل ما تقدم على أي منحة اسأل نفسك بصراحة، أنا جاهز وملتزم أكمل في الفكرة دي وأعرق وأتعب علشانها، ولا أنا بس بجرب وخلاص؟ الجاهزية دي هي الفرق بين مشروع بيكبر وبيتحول لبزنس عائلي ناجح ومشروع بيتقفل بعد شهرين. وكمان بتفرق في مصداقيتك واسمك لو حبيت تقدم على دعم أكبر في المستقبل. الجزء الرابع، بناء العلاقات، النتوركينج، المهارة اللي محدش بيتكلم عنها. الجزء ده يمكن يكون أهم جزء في الفيديو كله، لأن غالبية الناس بتركز بس على الأوراق والخطوات الرسمية وبتنسى إن السوق الكندي مبني على الثقة قبل ما يكون مبني على الصفقة السريعة. ليه العلاقات أهم من البيع السريع؟ لو دخلت السوق هنا بعقلية أنا عاوز أبيع بسرعة وأعمل قرشين وأجري، هتلاقي إن المستهلك أو العميل الكندي بيحس بالضغط ده وبيقلق وبيبعد عنك. لكن لو دخلت بعقلية أنا محتاج أبني علاقة وثيقة حقيقية مع زبوني، الموضوع ممكن ياخد وقت أطول شوية في الأول، بس بيبني ثقة أعمق بكتير، وده اللي بيخليك تكسب عملاء يفضلوا معاك سنين مش مجرد شهور. إزاي تبني شبكة العلاقات دي بشكل عملي؟ احضر فعاليات ومؤتمرات في مجالك بانتظام. كل صناعة في كندا سواء تكنولوجيا، بنوك وتمويل، لوجيستيك ونقل، أو حتى صناعات يدوية، ليها معارض ومؤتمرات. دور على أهم فعاليتين أو 3 في منطقتك أو في أقرب مدينة كبيرة ليك واحضرهم. اسمع أكتر ما بتتكلم. لما تروح الفعاليات دي، الهدف الأول مش إنك تفضل توزع كروت شغلك على الناس وتتكلم عن نفسك، الهدف هو إنك تسمع قصص وتجارب الناس التانية. اسأل أسئلة مفتوحة زي إيه أكتر حاجة عجبتك في المؤتمر النهاردة؟ أو إيه أكبر تحدي بيقابلك في مجالك دلوقتي؟ الأسئلة دي بتخلي الطرف التاني يتكلم بارتياح، وكل ما حس إنك بتسمعه باهتمام كل ما بنى ثقة أكبر فيك. ما تفكرش في العلاقة كصفقة مصلحة. لو دخلت كل حوار وفي دماغك أنا هكسب إيه من الشخص ده دلوقتي، هيبان في عينيك وفي طريقتك والناس هتحس بده. فكر في النتوركينج كاستثمار طويل الأجل، ممكن الشخص ده يفيدك النهاردة وممكن يفيدك بعد سنتين. المهم إن العلاقة تكون حقيقية وإنسانية. ملحوظة مهمة جدا عن الثقة في المجتمع الكندي، كتير من أصحاب الشركات والعملاء هنا شافوا ناس كتير جت اشتغلت 2 أو 3 وسابت البلد وسافرت أو غيرت المجال، علشان كده بقيوا حذرين شوية في الاستثمار في علاقات جديدة. الطريقة الوحيدة اللي تكسر بيها الحاجز ده مش بالكلام، هي بالحضور المستمر، إنك تبان وتظهر في نفس المجتمع والفعاليات بانتظام لحد ما يحسوا إنك بقيت جزء ثابت من المكان ومش مجرد عابر سبيل.
الجزء الخامس، التأقلم مع ثقافة العمل الكندية. حاجة كتير من الناس مش بتاخدها بجدية، وهي إن نجاح البيزنس مش بس قايم على جودة المنتج أو الخدمة، ده قايم بنسبة كبيرة على إزاي بتتعامل مع ثقافة السوق نفسه وطباع الناس هنا. افهم القيم المحلية مش بس اللغة. إنك تكون بتتكلم إنجليزي كويس ده شيء ممتاز، بس مش كفاية. المهم إنك تفهم إيه اللي الناس هنا بتقدره وبتهتم بيه في الشغل. الالتزام الصارم بالمواعيد، الشفافية والوضوح التام في التواصل لو حصلت مشكلة، واحترام حدود الوقت الشخصي والعائلي. يعني ما تتصلش بزبون أو شريك عمل الساعة 8 بالليل مثلا. الحاجات دي مش تفاصيل صغيرة، دي أساس من أساسيات البيزنس هنا في كندا. اتعلم الحاجات اليومية البسيطة، خلي عندك دراية باللي بيدور حواليك في المجتمع الكندي، رياضات معينة بيحبوها، أحداث محلية في مدينتك، أو حتى نقاشات عامة. مش لازم تبقى خبير، بس خلي عندك خلفية تخليك تقدر تفتح كلام صغير زي ما بنسميه هنا small talk مع عميلك قبل ما تدخل في الشغل. ده بيكسر الجليد وبيخلي التعامل مريح. اقبل انك بتتعلم لعبة جديدة بقواعد مختلفة. حتى لو عندك خبرة 15 أو 20 سنة وناجح جدا في بلدك الأم، لازم تتقبل إن السوق هنا ليه قواعد مختلفة تماما. القبول ده مش معناه إنك بتقلل من نفسك أو من خبرتك السابقة، معناه إنك ذكي كفاية إنك تفهم النظام وبتدرسه صح قبل ما تحاول تطور فيه أو تغيره. الجزء السادس، الأسئلة اللي بتتكرر دايما في التعليقات عندي. نيجي بقى لأكتر الأسئلة اللي بتتبعت لي وبتتكرر في التعليقات. السؤال الأول، هل في سن معين لازم أبدأ فيه البيزنس في كندا؟ لا طبعا. الناس اللي بتبدأ في العشرينات، الثلاثينات، الأربعينات أو حتى الخمسينات كلهم عندهم فرص حقيقية وناجحة هنا. اللي بيفرق مش السن الصغير، اللي بيفرق هو النضج، الخبرة والاستعداد النفسي إنك تتعلم قواعد جديدة وتصبر عليها. الأربعينات هي العشرينات الجديدة هنا. السؤال التاني، هل لازم يكون معايا شريك أو فريق عمل من أول يوم؟ لا مش شرط. غالبية المشاريع الصغيرة والناجحة جدا بدأت بشخص واحد بس بيخدم عميل واحد وبيركز معاه. الفريق بيبدأ يتكون ويكبر تدريجيا خطوة بخطوة مع نمو أرباح المشروع، فما تشيلش هم الفريق من البداية. السؤال الثالث، هل الدعم الحكومي والمنح متاحة للمهاجرين الجداد ولا المواطنين بس؟ متاح لكل الناس، سواء مواطنين مهاجرين جدد أو مقيمين دائمين. في برامج كتير مخصصة ومصممة أصلا لمساعدة القادمين الجدد علشان يدخلوا السوق بسرعة. المهم إنك تقرأ شروط كل برنامج بالتفصيل، لأنها بتختلف من مقاطعة للتانية ومن مدينة للتانية. السؤال الرابع، هل لازم ألتزم بمجالي القديم ولا ممكن أبدأ في مجال جديد تماما؟ الإجابة بسيطة، خليك مرن ومنفتح. كتير من الناس بدأت هنا مجالات ما كانوش يتخيلوا نفسهم فيها أصلا، ولقيوا فيها فرص حقيقية وأرباح ممتازة أكبر من اللي كانوا مخططين ليها. ما تقفلش على نفسك الباب لمجرد إن ده اللي كنت بتشتغله قبل كده. ادرس السوق وشوف الفرص فين وروح لها. ودلوقتي اكتبولي تحت في التعليقات ايه هو نوع البيزنس اللي في دماغكم وعاوزين تعملوه في كندا، وعاوزين تعملوه في انهي مدينة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللايك المتين. Smash that like button. وشيروا الفيديو لأصحابكم اللي عاوزين يعملوا بيزنس وخايفين أو محتارين. واشوفكم الفيديو الجاي في كندا بعيون واقع. لايف ان كندا بداية الحكاية، حلم بيكبر جوايا خطوة للي جاية، من البرد للتحدي أنا لسه مكمل. لايف ان كندا أرضي قصتي للأفضل.